غالبا ملي كنهضروا على الاماكن اللي كيسكنها الجن كيجي في بالنا قصر مهجور وقعت فيه شي جريمه قتل او مستشفى كيتسفك فيها الدماء وكيموتوا فيها المرضى. ويقدر يكون مكان وقعت فيه ممارسات سحر او استعانه بالجن، ولكن قصتنا اليوم كتحكي امر مختلف تماما، لانها قصه كتدور الاحداث ديالها حول دار الايتام سكن فيها الجن وسبب الكاع اللي فيها الرعب. اذا شنو السبب اللي خلى هذه الاماكن تقلب الى بيت للجن والاشباح وتسبب الكاع اللي فيها بالخوف والرعب؟ تابعوا معنا هذه القصه الواقعيه اللي كيقدمها لكم تراب ستوريز. كتبدا القصه ديالنا مع واحد الرحله سياحيه لاحد المباني القديمه في ولايه ميتشيغان بالولايات المتحده الامريكيه. المهم بدا المرشد السياحي كيشرح لهم التاريخ ديال المبنى القديم اللي كانوا كيوقفوا قدامه. المبنى كان لدار الايتام، كان كيحتوي على 60 طفل وطفله من الهنود الحمر. ما كانوش كلهم يتامى، ولكن جابوهم لهاد الدار باش يندمجوا مع المجتمع الجديد ويكتسبوا الثقافه ديالو. في اثناء الشرح شعر واحد من الزوار بالملل، وكان هو صاحب هذه القصه، كان سميتو مايكل. قرر يدخل بوحدو لوسط المبنى ويدور فيه شويه. اختار بلاصه من ديك الدار وبدا كيكمي فيها الكارو ديالو. في لحظه بدا كيحس ببروده كبيره في المكان وحركه غير طبيعيه في الخلف ديالو. دار وراه حتى كيتفاجئ بفتاه صغيره لابسه حوايج خفاف وكتبان فيها من سكان امريكا الاصليين. مايكل تعجب من وجود هاد البنت الصغيره في مكان مهجور بحال هذا. كانت البنت صغيره كترعد من البرد، سولها شنو سميتك ولكن ما جاوباتوش. هنا قرر يحيد المونطو ديالو ويعطيه ليها باش تدفى شويه من البرد، ولكن ملي بغى يعطيه ليها اختفت فرمشه عين. خرج كيجري من الخوف. سول المرشد ديال الرحله واش كيسكن شي واحد في هذا المكان التاريخي اللي جايبنا ليه. قال لي لا، راه مهجور ما ساكن فيه حد. عاود ليه على داكشي اللي طرا ليه. قال ليه كتبان لي شفتي شبح ديال الطفله المتجمده. عاود ليه القصه كامله واللي وقعت بالفعل في داخل هذا المكان. كانت واحد البنت يتيمه كتعيش في هذه الدار الايتام. واحد النهار خرجت باش تلعب في الجرده المجاوره لهذا المبنى، ولكن الوقت سرقها حتى الغروب. بدات كتجري بكل جهدها باش تدخل الدار، ولكن الراهبات كانوا قاسيين مع الاطفال تما، ما خلاوهاش تدخل حتى عطلاش. وكان هذا عقاب ليها باش الاطفال الاخرين ما يديروش بحالها. وبالفعل بقات الطفله في الخارج الليل كامل وسط بروده الجو. ملي سرقات الشمس لقاو الطفله ناعسه حتى الباب، تصابت بالتهاب رئوي حاد. من بعد ايام ماتت الطفله، ولكن الراهبات ما وقفوش عند هذا الحد من القسوه. علقوا الجثه ديال البنت في الغرفه اللي كياكلوا فيها دوك الاطفال الابرياء باش يخافوا يكونوا مطيعين لهم. ولكن من السلطات سمعت الخبر طلقت هاد الدار الايتام وحولوا كاع الاطفال اللي فيها لدار اخرى. ولكن الروح ديال هاد الطفله الصغيره بقات كدور في المبنى وشافوها بزاف غيرك.